يا مساء الخير وصباح الخير اخواتي، بقى ازيكم عاملين ايه؟ وقبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش كده تصلوا على النبي. الواد طلب مني 2 ايس اوريو، تعالوا كده ما نعملهم مع بعض ونشوف بيتعملوا ازاي. اول حاجه هنجيب الخلاط بتاعنا، واي نوع ايس كريم نقدر نجيبه من الفانيليا او الشوكولاته هنحط على كل كوبايه هنعملها 3 بولات ايس كريم بس. يعني كوبايه بتاخد 3 بولات ايس كريم. حطينا كده 6 بولات في الخلاط. بعد كده هنجيب عندنا قطع الاوريو، دي اوريو بس انا مكسره كده، مكسره علشان خاطر اعرف اشتغل منه. هنجيب الاوريو بتاعنا وزي ما هو كده في الكيسه نفتحها ونحطها في الخلاط. الكوبايه بتاخد كيس اوريو، كيس اوريو، يعني حطينا كده كيسين اوريو. بعد كده حطينا نص كوبايه لبن على الاتنين ايس اوريو، علشان ما نكترش اللبن وما يبقاش ميلك تشيك اوريو. احنا عايزين اللبن يكون قليل، ولو حسينا ان الخلاط ما بيجريش نزود سنه لبن بسنه لبن. اول لما ضربناهم كده بقوا زي ما انتم شايفين. كده خلاص. ما اخدش 5 6 ثواني في الخلاط. بعد كده جبنا كوبايتين بتوعنا وهنجرنش كده بصوص الشوكولاته. ولو ما فيش صوص شوكولاته مش مشكله، مش عاوزين ان احنا نكبر المسائل او نعقد نفسنا. يعني المشروب ده بره بيتعمل ب 50 وب 60 جنيه، في البيت ممكن ما يكلفناش ال 15 جنيه. او زي ما انتم شايفين اهوت، واحنا بننزل ايس اوريو نازل تقيل جدا. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. ليه بقى نازل تقيل؟ علشان يدينا القوام والطعم المظبوط للايس اوريو، يبقى فيه ميلك تشيك ايس اوريو كده، وفي القرمشه الحلوه بتاعت البسكوت بتاع الاوريو ده مع الايس كريم الفانيليا كده وهو بيتضرب في الخلاط. حاجه كده عظمه قوي. بعد ما حطينا الاتنين كده وزي ما انتم شايفين القوام، هننزل بقى كده بشويه بسكوت من الاوريو، نوزع كده على كوبايتين. ودي اهم تكه، يعني هي دي التكه بقى والحاجه يعني اللي لازم نعملها، يعني نحط بسكوت اوريو بعد ما نخلص. بعد كده نقوم نازلين بشويه صوص شوكولاته فوق البسكوت الاوريو. ولو مفيش صوص شوكولاته زي ما قلت لكم مش مشكله خالص، بس يعني يا سلام كده لو في شويه كده صوص شوكولاته يبقى العمليه ايه كده مبحبحه معانا، حلو كده قوي. بعد ما خلصنا الاتنين بقى ميلك تشيك اوريو، هنغطيهم والف هنا وشفا على اللي هيشربهم. اللي ما اشتركش في القناه يا ريت تشتركوا بسرعه، وما تنسوش تعليقاتكم اللي بتزيدني شرف ومحبه. كان معاكم احمد الشناوي وبس خلاص.